السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال محمد رمضان، رجالة تانية سنة ورجالة الفيزيكس. يلا بينا مع آخر إكزام عندنا السنة دي. بيقول لي راجل بيحاول يزق صندوق 50 جرام، لكن الصندوق ما اتحركش. طالما ما اتحركش يعني بادي كان اتريست فضل اتريست. طالما البادي اللي اتريست بيفضل اتريست يبقى معناه ان النت فورس ايكوال زيرو، فتبقى الإجابة ايه؟ بيقول لي فاير فايتر يوز هوزز، راجل بيستخدم خراطيم ويز نارو نوزل. قلنا بيستخدم الخرطوم بيبقى مخرج ضيق ليه؟ عشان لما الاريا بتقل الفيلوسيتي بتاعت الاندفاع بتزيد. تو انكريز سكشن اريا لا، ديكريز لا، عشان اهو because the speed of the water increase as the cross section area decrease. فين بقى increase اللي هي اول واحده؟ يبقى الإجابة إيه؟ لأن قلنا الاتنين عكس بعض. اللي بعده a quantity of gas under a pressure 10 أدي كده بي 1 10 سنتيمتر اتش جي، ماشي، وكان الحجم 600 سنتيمتر كيوب. قال لك البريشر بقى 30 سنتيمتر اتش جي، هيبقى الفوليوم كام؟ الكونستنت تمبريتشر. يلا بينا، يبقى بي 1 على بي 2 هتساوي في 2 على في 1، يبقى 10 على 30 هتساوي الفي 2 معرفهاش، انما الفي 1 بكام؟ الفي 1 ب 600. كروس مالتيبليكيشن هتطلع الفي 2 ب 200 سنتيمتر كيوب. السؤال التاني بيقول لي all of the following are true، يعني في 3 معلومات هنقولها صح. one of the piston move greater distance than the other، صح، دايما السمول بيستون بيتحرك اسرع، ماشي. اللي بعد اكتر الفورس اللي بتأثر على بيستون اكبر من الفورس اللي بتطلع، طبعا لا ثواني، الفورس ذات اكتنج اون وان بيستون ماشي، ما احنا قلنا في فورس اكبر طيب الكروس سكشن اريا برضو من واحده بتبقى كبيره وصغيره، صح. الورك دان اكبر، قال لك من 1 بيس جريتر ذان ذا ورك بروديوسد باي ذا اذر. ورك دان اون 1 بيستون جريتر ذان ذا ورك بروديوسد باي ذا اذر. خد بالك انا كان المفروض الجمله دي برضو صح، تصدق بقى، بس هو قال في اول سطر كلمه ايديال هيدروليك بريس. المفروض في الايديال هيدروليك بريس بيكون الورك اللي داخل قد الورك اللي خارج. اللي بعده بيقول لي 5 similar solid iron balls، 5 كور حديد كل واحده منهم الماس ب 500 جرام، يبقى الماس كلها ب 100 جرام، يبقى 500 جرام يعني نص كيلو جرام. ادي اول حاجه. بيقول لي ايه؟ اتحطوا في جرادويت سلندر، كانت الميه كانت بكام؟ 86.4، يبقى الفوليوم انا لسه ما اعرفش الفوليوم بكام، ماشي. قال لي الميه طلعت قد ايه؟ ما رضاش يقول، يبقى انا الاول هروح اجيب الفوليوم عشان اعرف الميه هتطلع قد ايه. طيب يلا بينا. الفوليوم بتاع الايرن بيساوي ايه؟ بيساوي ماس على دينستي. الماس بنص، الدينستي ب 7000 وكام و800، هتساوي، تعالى نشوف، نص على كام؟ نص على 7000 وكام و800. ثواني يا ولاد، نص على كام؟ 7000 و800. نص على 7000 وكام و800، ادي 1 2 3 4، هتبقى طبعا هتطلع بالمتر كيوب، فانا هضربها في 10 باور 6 عشان احولها سنتيمتر كيوب، فهتبقى 64.1 في 10 باور طبعا ده هنا 6 نيجاتيف 6 متر سنتيمتر كيوب. طب انا عايز احولها لمتر كيوب، هضربها في 10 باور 6 فهتبقى 64.1 سنتيمتر كيوب. طبعا دي كانت بالمتر كيوب. حلو، استنى بقى، هو عايز بقى الحجم النهائي. طيب الحجم النهائي هي الميه كانت المقدار فيه كام؟
كان في 86.4. اجمع بقى عليها حجم الحديده اللي هي 64.1. تعالى هتساوي كام بقى؟ تعالى نشوف. فلما اقول 64.1 اوعى يا عم 64.1 زائد كام؟ زائد 86.4 هتطلع 150 ونص. السلام يا حماده. ايوه كده، عايزين المسائل السهله دي. خلينا نخلص اللي بعده. السؤال رقم 6 بيقول لي ايه؟ if the relative density of glycerin كذا، يبقى الماس اوف لتر قد ايه؟ الاول انا عارف ان الدنسيتي بتساوي، بضرب ال1000 في الرقم ده يبقى 1260 كيلو جرام بير متر كيوب. عايز هو الماس، الام ايكوال رو في في، يبقى 1260 وهو قال الفوليوم 1 لتر، هتبقى 1260 كيلو جرام لكل لتر. طب انا عايز احولها لمتر كيوب. قلت لك لما تحب تحول من لتر لمتر كيوب هضرب في 10 باور نيجاتيف 3. حلو الكلام. فلما اضرب الرقم ده في 10 باور نيجاتيف 3 هتبقى 1.26 كيلو جرام. ايه ده؟ ثواني يا جماعه، دي هتبقى ثواني. كان لازم الاول استنى عشان ما نتلخبطش. هنا اللتر كاتبها لي باللتر صح؟ فلازم اعمل ايه عشان اجيبها من الاول ما لخبطش العجل؟ هضربها في 10 باور نيجاتيف 3. ليه؟ لما احب احول من متر كيوب من لتر لمتر كيوب اضرب في 10 باور نيجاتيف 3 بس خلاص. فالدنستي سبتها زي ما هي، انما الفوليوم كان لتر، فانا ضربت في 10 باور نيجاتيف 3 عشان احولها من لتر لمتر كيوب. هتبقى الاجابه 1.26 كيلو جرام، اللي هي الاجابه هتبقى بي. اللي بعده بيقول لي ايه؟ السؤال السابع بيقول لي في الشكل اللي قدامك عايز AB على AE. حاضر. لو عايز اجيب الاي بي هيبقى السلوب بتاع بي هيبقى تان سيتا بي هيبقى تان 45. لو عايز اجيب الاكسلريشن بتاع ايه هيبقى السلوب بتاع ايه، لان لما بقسم فيلوسيتي على تايم يدينا اكسلريشن، هيبقى تان سيتا ايه. هجمع كل الزاويتين دول على بعض 45 و15 يبقى تان 60. يبقى اي بي على اي اي هتساوي تان 45 على تان 60 هتساوي 0.577. اللي بعده السؤال الثامن. هنا مانوميتر، طالما في عندي رايز في الفري سايد يبقى البي جاز بيساوي بي اي بلس رو جي اتش، بس هنا في 2 ليكويد يبقى رو جي اتش الليكويد الاولاني وكمان رو جي اتش الليكويد الثاني. خلاص يبقى البي اي بكام؟ هو هنا قال ريزرفوار كونكت تو مانوميتر كونتيننج تو نون ميكسنج، ماشي. اكس واي اوف دينستي كام؟ ماشي. جاز عند ذا اتموسفيريك بريشر، ده هو عايز الاتموسفيريك بريشر. طب فين البي جاز؟ قال لي ماشي ليكويد اند هو طيب سو ذا بريشر ده عايز البريشر ديفرنس. خلاص هيبقى الدلتا بي هنا بيساوي ايه؟ اللي هو البي جاز ناقص البي اي هيساوي رو جي اتش 1 زائد رو جي اتش 2. احنا كنت بقول لك لما يقول لي هات الدلتا بي كان بيبقى رو جي اتش، بس انا عندي هنا كام ليكويد؟ 2. يبقى الاولاني كام بكام؟ 1250. وطبعا ده التقيل لانه ده اللي نازل تحت اهو. في الجي بكام؟ ب 10. في الاتش 0.02 زائد هو 2 سم فقسمت على 100. اللي بعده 625 في 10 في 0.04. لما اعملهم كده مع بعض هيطلع الدلتا بي بكام يا واد يا حماده؟ 500 نيوتن بير متر سكوير. فهو لما قال عايز الدلتا بي باخد البي اي بالماينس، يبقى بي جاز ماينس بي اي اللي هي الدلتا بي، يبقى الاثنين دول. شكرا. ايه اللي بعده؟ ده انا عشت معاك ان انا بيقول لي 1 على
206 في 21600 من الافريج سولار داي از ايكوفالنت تو. اولا هو بيسال على الثانيه، طب تعال نشوف الثانيه كده. هي الثانيه جزء من 24 في 60 في 60 صح؟ لما اعمل دي على دي هتبقى 86400 دي الثانيه الواحده. طيب هو جايب لي الرقم ده، فهعمل ايه؟ اقوم عامل كده، اقسم 86400 على الرقم اللي مديهولي عشان تعرف فيها كام ثانيه، اللي هو 21600 هتطلع 4 سكند. يبقى الرقم اللي كان مديهولي يعادل الرقم ده 4 مرات، او ممكن اقول يبقى 1 على، عشان برضو ما تروحش مني، 1 على 21600 على 1 على 86400 اعملها على حسب هتطلع 4 سكند. يبقى لما يجيب لك حاجه زي كده تاني اقسم على القيمه دي، لان دي قيمه الثانيه الايه الواحده. اللي بعده بيقول لي في الشكل اللي قدامك عدد من الكونكتد فيزل. خلص بقى. بيقول لي هات الريشيو ما بين البريشر اوف ذا اويل ات 2 بوينتس اكس وواي. حاضر. البريشر عند اكس هيساوي رو جي اتش، والبريشر عند واي رو جي اتش. هو نفس الليكويد ضايع الرو مع الرو والجي مع الجي، يبقى ايه؟ الاتش اكس اللي هي 10 سم، وكان في اصلا بي ايه كده كده الاتموسفيريك بريشر هيروح، يبقى هنا 10 سم. طيب وهنا 2 سم و10 يبقى 12، يبقى 10 على 12 هتبقى 5 على 6. ايه السؤال الاهبل ده؟ ايه اللي بعده؟ بيقول لي ايه؟ في الشكل اللي قدامك displacement to time graph for an object that move in a straight line within 6 seconds. ماشي. So the slope of dashed straight line AB ده بيعبر عن ايه؟ اولا ده خد بالك هو جراف لاين ماشي في ستريت لاين، ماشي في 6 ثواني خلاص. طبعا لازم يكون اقل من instantaneous velocity of the object at the 6 second. ليه؟ بص عند الثانيه السادسه، اولا الراجل ده كان بيمشي on equal distance in equal time، صح ولا مش صح؟ صح. فهنا الخط ده هو يعتبر average velocity على فكره، وفي الحاله دي الافريج فيلوسيتي بتبقى اقل من الانستانتينيوس فيلوسيتي. ليه؟ ده سرعته بتزيد وتقل. يعني مثلا بص، امسك النقطه دي، في السرعه اللحظيه هنا كان 60 على 4 بكام؟ ب 15. طب بص هنا 160 على كام؟ على 6 بكام؟ هتدينا رقم. انا قلت لك لما اجي مثلا اخد السرعه اللحظيه مثلا عند الثانيه الرابعه، بص كان هنقول 60 على 4 ب 15. طب بص هنا بقى في الستريت لاين، شايف اتغير ازاي؟ ليه؟ لان باخدها من اولها لاخرها يا ابن الايه. ففي الحاله دي لما يجي لك الشكل ده دايما بتبقى الافريج فيلوسيتي اقل من الانستانتينيوس فيلوسيتي. اللي بعده بيقول لي يلا بينا مع السؤال 12. بيقول لي جاز كان عند 10 سيليزيوس، وات از ذا تمبريتشر اللي عندها الضغط دبل. طب خلاص هنقول تي 1 ب 10 سيليزيوس وبي 1 ببي، بي 2 بي 2 بي. عايز تي 2، هقول بي 1 على بي 2 هتساوي تي 1 على تي 2، يبقى بي على 2 بي هيساوي 283 على تي 2. هيبقى التي 2 هتساوي، طب نعملها 2 في 283 هتساوي 283 هتساوي 566 مش موجودة، هتبقى 566 كلفن ديجري، يبقى هتساوي 566 ناقص 273 هتساوي 293 سيليزيوس ديجري، اللي هي الإجابة هتبقى دي. اللي بعده بيقول لي أبولينج بول كورة كتلتها 4.6 جرام، ماشية بسرعة في. what is the speed at which الجولف بول of mass 64 جرام must move to have the same magnitude of momentum. ما خلاص كده، يبقى البي للبول عايزها بتساوي بي للجولف،
يبقى ام في تساوي ام في. الماس هنا بكام؟ 4.6. في السرعة كام؟ في. هنا الماس بكام؟ 0.0 اقسم 64 على 1000 السنة، مش هتطلع بكام؟ 64 على 1000 0.046. ليه؟ لان انا حولتها لكيلوجرام في الفي اللي انا عايزها. هنا في بولينج او خليها في ماشي، هنا في جولف. يلا طبعا ديت هتروح الناحية التانية ديفايد، هتطلع الإجابة طبعا لما اودي دي ديفايد هيبقى عندنا 4.6 في. أنا عايز في دي. حلو الكلام. يبقى دي هتروح ماينس، يطلع الإجابة 4.6 على 0.46 هتبقى 100 في. طب أنا حليتها إزاي؟ عشان قال بس كلمة إن الاتنين عندهم نفس المومنتم. اللي بعده انا سمعت كلمة ايتا فيس عشان بس ما اوجعش قلبي، فيد على اف. يبقى ايتا فيس في ايه في في هتساوي فيد. هو عايز الاريا، الاريا هتساوي حلو الكلام اف في دي في على ايتا فيس في في، لانه عايز الاريا. خلاص يبقى الاريا هتساوي الفورس بكام؟ الفورس ب 32. السيكنس بكام؟ 4.5 مللي، فهضرب في 10 باور نيجاتيف 3. الايتا فيس بكام؟ 1.8. الفيلوسيتي بكام؟ 1. هتطلع الاريا اللهم صل على سيدنا محمد 0.08 متر سكوير. انا بقول لك يا رب تيجي مسائل فيسكوس لان بتبقى مسائل مباشره. اللي بعده بيقول لي هات الاكسلريشن. حاضر. الاول اجيب النت فورس. النت فورس بتساوي الكبير ناقص الصغير 400 ناقص 150 تبقى 250 نيوتن. الاف ايكوال ام اي، يبقى الاكسلريشن فورس على ماس يبقى 250 على 50 تبقى 5 متر بير سكند سكوير. فتبقى هو قال لي هات النت فورس وهات الاكسلريشن، يبقى 250 و5 تبقى الاجابه بي. اللي بعده 16 بالون مليان بكميه هيليوم كان حجمها 100 متر كيوب ات تمبريتشر كذا وبريشر كذا. البالون ارتفع، التمبريتشر بقى كذا والبريشر بقى كذا. يقول لي هات الفي. خلاص بي 1 في 1 ثواني ولا ايه؟ بي 1 في 1 على تي 1 هتساوي بي 2 في 2 على تي 2. مسألة مباشرة. البالون كان في الأول 2 اي تي ام وكان حجمه 100 وكان درجة الحرارة كام؟ 27 يعني 300 كلفن. هنا الضغط الجديد بقى 1.5. الفوليوم هو عايزه على التي 2 كانت 3 سيليزيوس يعني 276. كروس مالتيبليكيشن الفي 2 هتطلع 122.7 متر كيوب. برضو مسألة مباشرة بفضل الله. اللي بعده سؤال 17. عربية ماشية في ستريت لاين وكان الشخص مش لابس سيت، مش لابس حزام الأمان. طبعا لو العربية وقفت جسمه بيطلع لقدام بسبب الانرشيا على طول، يبقى الراجل هيندفع للأمام. تبقى الإجابة سي. اللي بعده بيقول لي ايه؟ اللي بعده انت شايفها صعبة، هي تافهة جدا. تعال على الجزء اللي على الشمال. هنا في مين؟ قال لي هنا ال other arm open. الجزء ده مفتوح للهواء. خلاص على الشمال في ضغطين. مين هما؟ الاتموسفيريك بريشر والبريشر بتاع البستون. على اليمين في مين؟ في ضغط العمود الميركوري وضغط الهواء المحبوس. حلو الكلام ماشي. يلا بينا. هو قال الاتموسفيريك بريشر ب 10 باور 5 باسكال زائد البريشر بتاع البستون بيساوي اف على اريا. طيب هتساوي الناحيه الثانيه رو جي اتش ميركوري زائد البريشر بتاع الهواء مديهولي 1.626 في 10 باور 5 ولا 10 باسكال. خلاص المساله خلصت. يبقى 10 باور 5 زائد الفورس. انا ما عنديش بس انا عارف ان الفورس بتساوي ام جي
طب الاريا بكام؟ 5 في 10 باور نيجاتيف 4. ما تيجي بقى نكتب كمان بالمره الام جي عشان نخلص. الماس بكام؟ قال 5 كيلو جرام، والجي بكام؟ 10. الناحيه الثانيه الرو ميركوري 13600 في 10 في الاتش اللي هو عايزها هجيبها زائد الرقم ده. فيها مشكله؟ شكرا. هاخد الرقم ده هوديه الناحيه الثانيه بالماينس، واللي يطلع اعمله ديفايد الرقم ده، هتبقى الاتش بتساوي، فانا كل اللي عملته انا سويت ضغطين ببعض، هتبقى 27.5 سنتيمتر. يعني ما كانتش قصه. يعني اللي بعد بيقول لي ايه؟ عندي كوانتيتي ايه؟ سوري يا اولاد، من الصبح قاعد القعده السوداء دي فبهيس شويه. عندي كميه ايه؟ الدايمنشن فورمولا بتاعتها ام سكوير ال تي نيجاتيف 2 وبي ام سكوير ال تي برضه نيجاتيف 2. ماشي. هات الدايمنشن فورمولا 4 a في 2 b. حاضر. الفور وال2 مالهمش لازمه، دي دايمنشن فورمولا، يبقى انا هضرب a في b، يبقى ام سكوير في ام سكوير يبقى ام باور 4، ال وال يبقى ال سكوير، تي نيجاتيف 2 يبقى تي نيجاتيف 4. فهتبقى الاجابه طبعا اول واحده. شكرا. طبعا انت كنت فاكرني ان هو هيكتب بلس او ماينس، لا هو كاتب تايم. خد بالك من الحته دي. ايه اللي بعده؟ السؤال 20 بيقول لي كنا خدنا حاجه زي قبل كده. ماشي. بص يا سيدي، بعمل ايه؟ انا عندي هنا انبوبه، استنى ما نرسمها. جايب لي هنا ميركوري اهو، صح؟ اهو ماشي معايا كده لحد هنا كده. ماشي. وفي شويه ميه حلوين كده اهم. ماشي. وهنا برضو في ميه. ماشي. وفي ميه رمزها ايه؟ اتش. بص هنعمل ايه؟ هنعمل سيبريتنج سيرفيس كده يمين وايه وشمال. ماشي. كاتب هنا 1 بوينت كام؟ 2 سنتيمتر. الله. ماشي. وهنا هسميها اتش ووتر. خد بالك الحته دي كده برضو ممكن اخليها 1.2 والحته دي اسميها اتش ووتر. فعلا الريحه بايظه خالص. تعال نشوف شمال ويمين. شمال فيه ايه؟ فيه ميه، ويمين فيه ميه وميركوري. هقول والله رو ووتر اتش ووتر هتساوي رو ميركوري اتش ميركوري زائد رو ووتر اتش ووتر. بص بقى نعملها ازاي. الاتش ووتر دي 3 اجزاء، فهقول 1000 في، بص بقى التلات اجزاء مين؟ 1.2 زائد اتش ووتر زائد الاتش اللي انا هو اكيد عايزها. السلام. هنا بقى 13600 في 1.2 زائد رو ووتر في اتش ووتر اللي هو 1000 في اتش ووتر. طب هي على فكره كده خلصت. يلا بينا. هضيع اولا 1000 في 1.2 يبقى 1200 زائد 1000 اتش ووتر زائد 1000 اتش هتساوي، استنى ما نضرب 13600 في 1.2 بكام؟ وبرده كنت مديكوا حاجه زيها لو تفتكروا في الهوم ورك، 16320 زائد 1000 اتش ووتر. طب ما تيجي نضيع 1000 اتش ووتر مع 1000 اتش ووتر، خلاص كده. اللي بعده ودي بالبوزيتيف تروح بالنيجاتيف، يبقى 1000 اتش هتساوي 16320 ناقص 1200 هتساوي 15120. اعرف اجيب الاتش، اودي ال 1000 ديفايد هتبقى 15.12 سنتيمتر. اي خدعه، اللي هي الاجابه هتبقى السلام سي. فلما تجيلك حاجه زي كده يا رب تيجي، دي حاجات سهله. اللي بعده ايه اللي يحصل لجروب اوف بوكسز محطوطين على توب اوف ا كار اند نوت تايد داون when the car suddenly start to move؟ بنقول ان البوكس moves backward، بترجع لورا due to inertia. اللي بعده 2 بيصلحوا ويك روف. ماشي. putting a wooden plate of weight كذا
if the contact area of the plate with the roof كذا. طب ما ده مديني 100 اريا، طب ما انا كده اقدر اجيب ماشي. and the weight of this men together 1000. خلصت. عايز التوتال بريشر. البريشر يساوي التوتال ويت على الاريا. يلا بينا. التوتال ويت الخشب 400 وهم كل واحد ب 1600. بص and the weight of this الاثنين مع بعض 1600 1600 400 يبقى 2000. والاريا بكام؟ 0.8. خلاص كده. طيب هيبقى البريشر بيساوي 2000 على كام؟ هتم نشوف. 2000 على 0.8 هتساوي 2500 نيوتن بير متر سكوير. اللي بعده السؤال 23 بيقول لي في ان ايديال ايه هيدروليك بريس كان سمول بيستون اللي مشي مسافه 6 سم. جميل. واللارج بيستون اللي اتحرك مسافه 2 سم. جميل واجمل. عايز الميكانيكال ادفانتج ولا اي حاجه. الايتا ميك بتساوي واي سمول على واي كابيتال. يبقى 6 على 2 هتطلع 3. طبعا ده معناه ان هيدروليك بريس ضعيف قوي. ايه اللي بعده؟ if the volume of quantity of a gas كانت 120 عند درجة حرارة 120 كان الحجم 4 لتر. هات التمبريتشر عايز T2 لما الفوليوم when volume is 1 لتر. حاضر. V1 على V2 هتساوي T1 على T2. يبقى 4 على 1 هتساوي T1 كان بكام؟ 120 سيليزيوس. يبقى 120 زائد 273 120 زائد 273 هتطلع 393 على T2. يبقى T2 هتساوي 393 على 4 هتساوي على 4 هتبقى 98 وربع كلفن ديجري. طب انا عايزها بالسيليزيوس. يبقى 98 وربع ناقص 273 هتساوي ناقص 273 يا لهوي نيجاتيف 174 سيليز ديجري. كل ده تحت الصفر. شكرا يا رجاله.